السلام عليكم إخوان ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والحديث عن بما يخص نهضة بركان واتحاد العاصمة وما بعد مباراتي نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية. حسب المعلومات كل ما يخص هذا على أن فريق بركان تأهل للنهائي وسيواجه الزمالك، وهذا الخبر أكده موقع الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث قال: لقد تقدم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بنفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب المديري للجامعة بتهنئة فريق نهضة بركان بعد تأهله للنهائي كأس الاتحاد الإفريقي إثر انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من إجراء المباراة التي كان من المنتظر أن تجمعهما يوم الأحد ببركان. وأضاف بأن فريق نهضة بركان سيواجه في النهائي فريق الزمالك المصري الذي تجاوز فريق درايمز الغاني، في حين وفي المقابل الجزائر وعبر الصحافة الجزائرية مازال ينتظر الخبر والقرار النهائي من الطاس بعدما قدموا ملف الطعن عن قرار الكاف. وبما جاء في التصريحات في بلاطوهات وفي جرائد إلكترونية، نخليكم مع أبرز التصريحات ديال البلاطوهات الجزائرية وما قالوا، ومازال متشبتين والأمل ديالهم في قرار الطاس، في حين تأكد رسميا بتأهل نادي نهضة بركان وسيلعب إن شاء الله النهائي. نخليكم مع أبرز التصريحات الجزائرية وسنعود. أنا بركان اليوم خلاص فصلوا في نعم. لا هو خلاص نهضة بركان انتهى الموضوع. حتى غدوة يقولوا له النهائي تلعبوا بلا نهائي تلعبوا نهضر لك. اسكو قرار بو اتر ريترواكتيف؟ اسكو يقدر يقول الطاس دوك بركان راح يرافع؟ نعم، راح يقول انا راح يدافع عن نفسه. انا خاطي. بارك الله. انا الكاف اعطاتني تريكو فاليداتو اللي لعبت به، ما خلاونيش. الله يسهل. اصبح مش طرف في القضيه. يا نو خرج، هو عنده سند. هو على هذه اللي نقول انا الامور ماشي تعقدت. انا بالنسبه لي سي سامبليفي. المسار اللي راح ديروا لي جماعه سهل، ولربما واش راح ياخذ وقت، وانما المعركه الحقيقيه، وهذا اللي بغيت كذا، المعركه الحقيقيه راح تبداها الفيدراسيون الجيريان دو فوتبول، اللي على مستوى الطاس وعلى ما فوق الطاس. يعني سيتادير راهو كاين بزاف اللي يقول لك الطاس راهو قرار نهائي، لا راهو قرار يستأنف يا استاذ على مستوى محكمة الفيدرالية السويسرية. نعم، ولكن هذا شيء في اجراء اخرى، في اجراء لا باش يعني باش الناس تعرف لانه لو تاس معترف به على مستوى الفيدرالية السويسرية. سيتادير اون بو يالي محكمة الفيدرالية السويسرية. انعمه. ولهذا اللي حبيت نقول انا، يعني باش ننصح، باش نستفاد، باش يستفاد الجمهور، كيف لنا ضد الكاف اللي اعتمدت قميص. اليوم انا راح على بالي باللي انتهى موضوع. لماذا اعتمدت قميص يعارض كل القيم التي أسس من أجلها الميثاق الأولمبي وقانون الفيفا وقانون الكاف والمبادئ؟ وأقصي بلد معترف به مؤسس في الاتحاد الإفريقي، صح، التي ضمت أراضيه باطلا في هذا الخريطة. كيف؟ بالفعل أخ جمال، حقيقة احنا المحكمة التحكيم عندها ضوء، عندها اختصاص كما تكلمنا عليه، اختصاص شاسع. تقدر حتى تلعب دور الوساطة أخ جمال. نعم، لأنه عندها حكم الوساطة، عندها كذلك الوساطة. ممكن دير مصالحة، ممكن تلقى حلول، لأنه بالفعل ماهوش راحت الوساطة. نعم ممكن هم يقترحوا قبل. نعم، ولكن راح يفصلوا في النزاع، ولكن يدخلوا فيه كل الأطراف. الآن وش يتكلم بالضبط الاتحاد الإفريقي؟ حاب يقول أخ جمال معناه المتسبب الرئيسي هو الاتحاد الإفريقي. بارك الله فيك. حقيقة. ولكن هنا القرار واش راح يكون؟ راح يكون إذا المحكمة الرياضية الدولية بلوزان استنتج المواد اللي تكلمنا عليها من قبل، اللوائح، تشوف باللي الاتحاد الإفريقي هي بالضبط هي لجنة المنافسة أخطأت وخلقت القانون. واش دير؟ لا داعي باش تعاقب عقوبات مباشرة لكاف. لا، كتقول
كتصدر قرار وتقول الغاء المقابله ولا اعاده المقابله ولا منح نقاط المقابله الى الف او باء، يعتبر ضربه قاسيه للاتحاد الافريقي. تحية مجددة للإخوان. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على المتابعة. ما تنساوناش بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل مرة جديد.